خليني اوريك مثال عملي اكتر واكتر. هي دي حياتك من غير الفيدباك. يكون لي 1 ويك كورس فور فري من اختيار. في مره كان عندي ميتنج اونلاين ويا دوبك وصلت المكتب قبل الميتنج بحاجه بسيطه خالص، فاتبسطت جدا وقلت لما اروح اعمل كوبايه نسكافيه علشان ادخل الميتنج كده بروقان وبالمره اجرب الكاتل الجديد. هوبا حطيت النسكافيه السكر وشغلت نور وبدأ، فاطمنت. فرحت قعدت قدام اللاب علشان لو الميتنج بدأ ولا حاجه. قلت اول ما هسمع صوت التيك بتاعت الكاتل هقوم جري احط الميه وارجع تاني على المكتب. فضلت قاعد رامي ودني كمان اسمع حاجه، مفيش. اركز اكتر، مفيش. لغايه ما بدأ الميتنج وخلصته وبرضه ما سمعتش اي حاجه. بعد ما خلصت الميتنج قلت يانا يا الكاتل دي النهارده. حطيت الميه وشغلتها، فضلت واقف جنبها اشوف هي لما بتخلص بتعمل ايه. يا دوبك دقيقتين وخلصت، بس فكره خلصت من غير التيك، خلصت في صمت تام من غير ما تديني اي اشاره انها خلصت. وهنا افتكرت اهميه الفيدباك وانه من اهم العوامل المؤثره في نجاح تجربه المستخدم. طبقا لكلام شيخ اليو اكس دون نورمان، اي فعل احنا بنعمله بنمر فيه ب3 خطوات اساسيه. بنحدد الهدف من الفعل ده، بنحاول ننفذ الهدف اللي احنا عايزين نوصل له، وبنبدأ بعد ما ننفذه نقيم هل قدرنا نوصل للهدف ولا في مشاكل فمحتاجين نكرر المحاولة. فاحنا هنا يهمنا قوي المرحلة الثالثة، عشان في المرحلة دي لو المنتج ما وصلناش معلومة مبسطة في الوقت المناسب نقدر نقيم من خلالها احنا وصلنا للهدف ولا لأ، فللأسف تجربة المستخدم في اللحظة دي هتتأثر بشكل سلبي جدا. زي بالظبط كده اللي حصل معايا وانا بجرب الكاتل. لو لسه ما حسيتش بأهمية الكلام ده فخليني اوريك مثال عملي اكتر واكتر. بص كده على الفيديو ده. هي دي حياتك من غير الفيدباك. هتبقى تايه كده زي الراجل ده بالظبط. هنا اليوزر اخد الاكشن بس ما لقاش اي رد من السيستم، فبدأ يشك ويبص فوق وتحت. انا دوست، طب هو بيحمل، طب انا دوست، وهكذا. كل ده علشان السيستم معرفوش ايه اللي بيحصل بالظبط. طيب خلاص، ادينا امثله على ازاي حياتك هتكون بائسه من غير الفيدباك. تعال بقى اوريك احنا كديزاينرز لما فهمنا الجزئيه دي كويس طبقناها في ايه بالظبط. على سبيل المثال لا الحصر، لما تيجي تبعت رساله على الواتساب، اول ما بتتبعت من عندك بيبقى في علامه صح، بس لما توصل للشخص اللي بتكلمه بتبقى صحين. لما بقى هو يشوفها الصحين لونهم بيتغير، بيبقى لونهم ازرق. كل ده فيدباك بيعرفك السيستم ايه اللي بيحصل خطوه بخطوه في الوقت المناسب. طيب بس كده؟ لا لسه. خليني اوضح لك بقى المره دي اهميه الفيدباك وانت بتتعامل مع اي انترفيس، حتى لو مش مرئي بس عن طريق الكلام. مش فاهم؟ طب استنى، بص الحركه دي. هي سيري. سامع دي فيدباك. لو ما كانتش عملت كده وما ردتش عليا انا كنت هفضل تايه، اللي هو اتكلم تاني ولا هو التليفون علق ولا ما سمعتنيش اصلا. كل الاسئله دي اتجاوب لي عليها بمجرد ما سيري ردت عليا وقالت لي وهنا انا وصل لي الفيدباك اللي انا محتاجه، اللي بناء عليه هبدا اخد الخطوه اللي بعدها وابدا اطلب منها اللي انا عاوزه. ففي المرة الجاية لما تعمل ديزاين لازم تفهم انك كديزاينر لازم تكون مدرك ان في اللحظة كذا اليوزر محتاج يعرف ايه من السيستم، وتكون موفر المعلومة دي بطريقة مبسطة وفي الوقت الصح. طمني بقى ان المعلومة وصلتك وقول لي في المثال ده هنا طلبات بيقدم لك عرض انك تقدر توفر 25 جنيه، وده عن طريق انك تشتري حاجات ب 80 جنيه على الاقل. المهم هنا ان في ديزاين بيتواصل مع اليوزر وبيديله الفيدباك في الوقت المناسب، وفي واحد تاني لا. فانا عاوزك تقول لي مين الديزاين اللي عمل مهمته 100% وايه السبب. فكر كويس وطبق اللي قلنا عليه، ولما تعرف الاجابه سيبها لنا في الكومنتس واحنا هنختار واحد بشكل عشوائي يكون ليه 1 ويك كورس فور فري من اختياره. متنساش تعمل لنا سبسكرايب هنا على اليوتيوب ولايك للبيج بتاعتنا على الفيسبوك عشان يوصلك كل جديد. شكرا.